بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام وشراكم على البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. جبت لكم اليوم المملحات اللي كنت وعدتكم بهم، يعني اللي كنت درتهم في عيد ميلاد ابني. قلت لكم نحط لكم الوصفات. جبتهم يعني حطيتهم، قلت اليوم نحط الوصفات تاعهم ان شاء الله. درت هذه المملحات هذو ميني بيتزا من اروع ما يكون البنات، ساهلين ماهلين، يعني تقدري تحضريهم كتحضير مسبق. نجيو لهنا نحضروا عجينه المملحات. طبعا هذه العجينه حضرتها معكم من قبل، نعاودها معكم على السريع. 2 كيسان ونص تاع الحليب، نص كاس زيت، ملعقه صغيره خميره الحلويات، نصف ملعقه صغيره خميره الخبز، ملعقه صغيره مملوءه جيدا ملح، وملعقه كبيره سكر. نخلطهم كامل مع بعضهم. طبعا الحليب يكون دافي، ونبدا نضيف في الفرينه. نضيف 5 كؤوس فرينه دفعه واحده، والكأس السادس نحطه قدامي. طبعا نجمع العجينه نتاعي، كي نلقاها مخصوصه نبدا نضيف لها من الكأس السادس بالتدريج حتى تتلاين تولي عجينه. انا صراحه دات لي الكأس السادس كامل، استعملت الفرينه تاع السيم. سعة الكاس هذه 250 مليلتر. نجمع العجينه نتاعي، نحطها فوق سطح العمل، يعني مش ندلكها البنات، يعني كشغل ندخل فيها الفرينه مليح فقط، ونعاود نرجعها فوق في الريسيبيون. نغطيها ونخليها مدة 20 دقيقة ولا تريح، ومن بعد نستعملوها. هنا ريحت معايا. طبعا ما تخمر ما والو، لانه كمية الخميرة اللي فيها ماهيش بزاف، خليوها تريح فقط. جيت لهنا البنات، قسمت العجينة هذه على 20 قطعة. راح ندير حجم كبير، ومن بعد نولي نقطعهم دوائر صغيرة. احسن ما نقعد ندير دوائر صغيرة، يعني هكذاك تشد لك الوقت بزاف. كي ديريهم بهذه الطريقة راح تسمى كل خبزة كبيرة راح تنحي منها 3 صغار. كورهم هكذا البنات ونحطهم فوق سطح هكذا، ونغطيهم بالبلاستيك، ومن بعد نبدا نفتح فيهم. طبعا كنت حطيت الكريبير تاعي فوق الغاز سخن. تحبي طيبيهم في الطاجين طيبيهم، تحبي يعني مقلاة عادية ثاني طيبيهم عادي. نكسلهم رقاق كامل، رقيقة لازم نرقيها قد ما تقدري، وما يهمش البنات تجي مدورة ولا تجي مستطيل ولا تجي مشرشفة، على خاطر من بعد راحين يعني نقطعوها دوائر. وهذوك لي شيتا حين نحمروهم، طبعا ما نرميوهمش، نحمروهم ونديروهم لا شابلور، اي الخبز المرحي. شوفوا السمك تاعها البنات يعني رقيق كامل. نجي لهنا بعد ما سخنت الكريبير تاعي، نحط هذه الخبزات تاوعي هكذا، تبدا دير فيه هذوك البنابل الصغار هكذا، نقلبها مباشرة، يعني نقلبها. كي تتنفخ البنات هكذا فقاعات صغيرة هكذا، معناتها راح تجينا خفيفة ومهوية، ولا العجينة نتاعنا ناجحة 100%. شوفوا كيفاه تنفخت، يعني انا ما تهمنيش تتنفخ كامل، بصح كي تتنفخ هكذا معناتها راهي مهويه من الداخل والعجينه ناجحه. نحطها طبعا فوق طرشون ونغطيها، ونزيد نحط عليها كيس بلاستيكي فوق الطرشون، باش هكذا يعني ما تتيبش معانا وتقعد طريه. نجيو نحضروا الحشو تاعنا. في مقلاة حطيت حوالي 4 ملاعق زيت الى 5، وحطيت حبة بصلة كبيرة كنت قطعتها هكذا مكعبات، ونخليوها حتى تبدا تتكرمل، يعني شوفوا اللون تاعها حتى بدا يتغير اللون تاعها. كنت رحيت ثاني من جهة أخرى، رحيت صدر دجاج، صدر كامل تاع الدجاج رحيته، وضفت له الملح، فلفل أسود، توابل الدجاج، الزنجبيل، فلفل أحمر، وشوية راس الحانوت. خلطهم مليح مع بعضهم. طبعا والثوم كنت درت 2 فصوص ثوم هكذا كبار مرحيين. نخلطهم البنات مليح مع بعضهم مع هذاك الدجاج، وثاني ملعقة صغيرة تاع لا موطارد. نخلطهم مليح، ومن بعد نضيفو هذاك الدجاج كامل هو بالتوابل تاوعو، نضيفوه على البصل، ونقعدو نقليو فيه مع النار هنا تكون متوسطة الى عالية.
باه ما يطلقولناش الماء تاعهم. ضفت عليهم هنا ملعقة تاع طماطم مصبرة ونقليها شوية هكذ، نخلطها كامل مع هذاك الدجاج والبصل، ونقليو البنات النار راني قلت لكم تكون شوية عالية. ومن بعد كانت عندي كمية قليلة تاع الماء عند نوس، من الأحسن يعني يضيفوا كمية مليحة. كنت قطعتها ثاني وضفتها على الدجاج تاعنا، وضفت عليه ثاني حوالي كأس تاع الماء، ونخليها تتقلى على راحتها، نغطيها ونقص للنار، هنايا نقصوا للنار ونخليوها تتقلى على راحتها. بعد ما كان طاب معايا، شوفوا البنات، تقعد فيه ديك لاصوص هكذا شويه هكذا خفيفه. كنت قليت زوج حبات بطاطا كبار هكذاك في الحجم، قطعتهم مكعبات صغيره يا البنات وقليتهم، نشفتهم طبعا من الزيت وضفتهم على الحشو تاعي. هكذا البطاطا هذه حتزكينا اولا الحشو، وثانيا راح تعطيله واحد القويه البنات رائع رائع، يجي بنين يسخف. نحطه يبرد جانبا، نرجع لهنا الخبز تاعي بعد ما كملته كامل وخليته هكذا يعني برد لي في الطرشونه ثم. من بعد نجيب لهنا القطاعه هذه الدائريه، هذه اكبر، هذو البنات قطعت لي جو مع بعضهم هكذا في بزاف، هذه اكبر واحده حجم فيهم، قطعهم دوائر هنايا، نستفهم فوق سطح العمل طبعا. باش تخدمي يعني بسرعه وتخدمي كميه كبيره في وقت قصير. كنت هنا كانت يعني بقات لي لاصوص طماطم ما كنتش حنضيفها او يعني في الاول، بعد كشتها بقات لي قلت ولي لا نزيد يعني الحشو يجيني مشمخ من داخل خير. ضفت هنا حوالي ملعقه صغيره هكذا برك تاع طماطم هذيك صلصه الطماطم، ونضيف فوقها الحشو. تحبي تدهني يعني في بلاصه صلصه الطماطم تدهني الجبن، تدهني مايونيز كما تحبي. حطيت هذاك الحشو تاع الدجاج والبطاطا وكامل، ومن بعد نزيد نضيف عليه شويه جبن مبشور من الفوق، ونغلقهم البنات ساهلين ساهلين، تحضر يعني كمية كبيرة في وقت قصير. طبعا هذا وانا كنت حضرت الحشو ليلة من قبل، الخبز حضرته يعني يومين ولا ثلاثة من قبل وحطيته في المجمد. الاخر يعني بقات غير هكذا نوجدهم باك، جبت الخبز تاعي حطيته جانبا ذاب، والحشو تاعي ثاني كان واجد، ستفتهم هكذا فوق سطح العمل وبديت ندير فيهم يعني كيما نقولوا حنا ساعتين قبل الحفلة ولا تكوني توجدي فيهم. حطيتهم هنا في بلاطو كان فيه ورق الزبدة طبعا، ونجي لهنا ندهنهم البنات ببيضة، كنت خلطت لها شوي حليب وخفقتها، دهنيهم من جهة يعني ورشي عليهم الخبز المرحي. طبعا هذا هو السر اللي حيخليهم يجيهم بعدا مقارمشين. رشي عليهم الخبز المرحي وعاودي اقلبيهم، عاودي دهنيهم بالبيض وعاودي رشيهم بالخبز المرحي ودخليهم على الفرن. طبعا انا شعلت لهم غير من الفوق، تحمروا من الجهة الفوقانية، ومن بعد زدت قلبتهم، زدت حمرتهم من الجهة الأخرى. تقدري تشعلي لهم غير من التحت وتحمريهم، ومن بعد تشعلي لهم من الفوق زيدوا يتحمروا من الجهة الأخرى، طبعا انتي حرة. نجيو لهنا نحضروا عجينة ميني بيتزا يعني ثاني على السريع. حطيت كاس حليب دافي، ربع كأس زيت، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، وملعقة كبيرة سكر، نخلطهم هكذا مع بعضهم. من بعد نبدأ نضيف في الفرينة بالتدريج، ضفت معاها هنايا الملح طبعا، ملعقة صغيرة تاع الملح، ونبدأ نجمع في هذه الكمية البنات هذه الغرفية الصغيرة دارت لي 20 حبة تاع ميني بيتزا، يعني وصفات اقتصادية يصلحوا يعني للمناسبات، فيهمش خسائر بزاف هكذا طبعا حطيت العجينة فوق سطح العمل ودلكتها شوية، راكم تشوفوا فيها يعني كيفاش هي تتلاصق، ما تيبسوهاش كامل. حطيتها هنا في الريسيبيون، غطيها ونخليها تخمر. بعد ما خمرت، الفيديو راهو غاصب البنات باش ما يجيكمش طويل بزاف، كسلتها فوق سطح العمل بعد ما رشيت عليها يعني شويه فرينه. نكسلوها، ما تكسلوهاش رقيقه بزاف وما تخليوهاش خشينه بزاف طبعا. شوفوا البنات كسلتها يعني بالحلالة، ومن بعد جبت القطعة هذه الدائرية ثاني جاية متوسطة، هذه ما هي كبيرة ما هي صغيرة، وقطعتها هكذا دوائر. طبعا هذا العجين نرولي ونغطي يعني نلموه في بعضه فقط، ونغطيه ونخليوه يريح شوية، ومن بعد نعاودو نقرصوه ونقطعوه ثاني. هنايا نحطهم في البلاطو هذا الأقراص تاع العجينة،
ندهنهم هنا بصلصة الطماطم. طبعا صلصة الطماطم كل وحدة عندها صلصة يعني تعتمدها، وإذا حبيتوا ترجعوا لصلصة الطماطم تاعي أنا راني دايرتها ديجا في القناة قدام خطرة يعني مع البيتزا، ولا حبيتو نعاودها لكم طبعا في فيديو واحد اخر نعاودها لخواتاتي ماشي خساره. ومن بعد حطيت عليهم هنايا شويه دجاج، كنت قليته في شويه ملح وفلفل اسود وزيت، قليته يعني شويه هكذا فقط البنات، وضفت وزينت به من الفوق، وزدت ضفت شويه فلفل مقطع، شويه جبن مبشور، ونحطو الزيتونه طبعا الزيتون الاسود، وندخلوها خليوها البنات مدة 5 دقايق والله هكذاك شغل تخمر شوية، ومن بعد دخلوها للفرن يكون ساخن طبعا مسبقا على درجة عالية تحمر من التحت، شعلوا لها من الفوق شوية برك وطفيو. وهنا كانوا واجدين معايا المملحات تاوعي في زوج، طبعا انا درت كمية كبيرة، درت 30 حبة من كل مملحة. هذو برك حبيت نصور معكم هذه الكمية فقط. شوفوا البنات يعني يجيو روعة روعة، يحمروا لك وجهك قدام ضيافك في مناسباتك، يعني يصلحوا لنا كذا حفلة النجاحات ولا الأعراس، أي مناسبة تحبي ديريها يصلحوا فيها هذا المملحات. طبعا شوفوا حنقسم معكم هنايا هذا المملحات. شوفوا البنات يجيو خفاف خفاف ومعمرين بالحشو مشمخين، ما يجيوش ناشفين، يجيو روعة روعة. اسمعوا البنات يعني صوت القرمشة، ما حبيتش نحذف لكم هذا المقطع. تجي قرمشة مع طراوة يجيو روعة. نجي لهنا ثاني نقسم معكم حبة تاع الميني بيتزا ثاني. شوفوا يعني كيفاه تجي مفرمجة الله الله، تجي طرية وتجي من تحت ثاني مقرمشة، يجيو روعة روعة. ما تنسوش البنات تضغطوا لي على زر اللايك باش يطلع الفيديو يشوفوه اكبر عدد من المشاهدين فضلا وليس امرا، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائدة. واللي دخلوا جدد نقولهم ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وبقى لي غنقول لكم في امان الله وحفظه. سلام.